معاكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديليو سبورتس. وطبعا زي ما وعدنا حضراتكم ان احنا ان شاء الله هننزل تحليل مباراه الزمالك وبيراميدز، وان شاء الله تحليل مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري سيتي بلد. خلينا نبدا مع حضراتكم تحليل طبعا مباراه نادي الزمالك وبيراميدز، وانتهى بفوز نادي الزمالك بهدف دون لا شيء. طبعا المباراه عايزين نتكلم مع حضراتكم عنها، واللي انتهت بفوز الزمالك، وكان في اداء يعني تكتيكي باين جدا لنادي الزمالك وتكتيك فيريرا وشغل فني عالي جدا. خلينا نتوشح على حضراتكم ويلا بينا نبدا الحلقه. يلا بداية كده نادي الزمالك لعب بتشكيل كان معتاد ليه، نوضح مع حضراتكم على البورد ب 3-4-3. لعب في حراسة المرمى بمحمد عواد، لعب بثلاثة في خط الظهر المثلوثي، ولعب بيه الزناري وعبد المجيد، لعب باثنين ديفندرات السيسي وامام عاشور، باك يمين نيمار، باك شمال كان فتوح، لعب بتلاته قدام مصطفى شلبي وزيزو ويوسف حسن. بالنسبه لنادي بيراميدز لعب ب 4-2-3-1، لعب في حراس المرمى الشناوي، اثنين سرد باكات احمد سامي وعلي جبر، باك يمين محمد الشيبي، باك شمال محمد حمدي، اثنين ديفندرات وهم وليد الكارتي وابراهيم كونيه. لعب بثلاثه صناع اللعب هم اسلام عيسى، وعلى الشمال رمضان صبحي، وعلى اليمين مصطفى فتحي، وقدام كان لاكاي. ده بالنسبه تشكيل نادي بيراميدز ونادي الزمالك. خلينا نتكلم بقى مع حضراتكم عن ملحوظه اللي ماشيه على حضراتكم، ثم نوضحها على البورد والتكتيك اللي لعب بيه نادي الزمالك والتكتيك اللي لعب بيه بيراميدز. ولكن النهارده هيكون تكتيكنا الواضح بصوره كبيره جدا عن الزمالك، والتكتيك اللي كان واضح قوي خلينا نوضحه مع حضراتكم دلوقتي. بدايه كده فيريرا بعد الهدف الاول اللي جابه مصطفى شلبي وفي بدايه المباراه في الدقيقه الثالثه، نادي الزمالك قدر بقى يلعب ايه بقى، يعني خليكم ركزين معايا في الجزئيه دي. لعب بدفاع متقدم، تمام، دفاع متقدم، ولعب برجوع الهجوم من الخلف، ولعب في تلت نص الملعب من الزمالك. التلت بتاع الملعب من ورا لا، هو بقى اللي ساب مساحه وراه ولعب في تلت الملعب. خلينا نوضحها مع حضراتكم دلوقتي على البورد ان نادي الزمالك بقى التكتيك اللي بعد ما الجون الاول دخل عمل ايه فيريرا، ان خلى الثلاثه دول يضموا هنا زيزو، وخلى الدفاع يطلع يتقدم اهو، دفاع لعب متقدم بالصوره دي، ووضحها لحضراتكم بالصور دلوقتي هتظهر لحضراتكم. والزمالك كان بيلعب في المساحه دي بالظبط كده اهو لعب في هذا الجزء، وكان كل اللعب بيتمحور لنادي بيراميدز في الجزئيه دي هنا كده، الديفندرات اهو، وادي الجزئيه دي. فنادي الزمالك بعد الهدف الاول لعب بدفاع متقدم ورجوع الهجوم للدفاع مع وسط الملعب ومع الباكات والوينجات، وبالتالي خلقت مساحه كبيره هنا عند نادي الزمالك، وضحها هنا، ودي اللي من خلال ان بيراميدز عملت نقطه ضعف بالنسبه له. ايه هي؟ ان نادي بيراميدز ما قدرش يلعب كرات طوليه في الظهر، ولا كرات طوليه من الاجناب، ولا كرات طوليه من العمق، ولا اختراق من العمق اصلا. فبيراميدز عمل ايه؟ كل اللي كان بيعمله ان هو كان لعيبته كانت بتلعب بظهرها، اذا كان رمضان صبحي او الكارتي او رمضان او لاكاي، كانوا بيلعبوا بظهرهم، يستلم الكوره من هنا تروح مقطوعه من الغض منه يتقطع، يستلم الكوره ده تتقطع، وبالتالي كان لعب بيراميدز كله بيتمحور في الجزئيه دي، بيدور في الحته دي بس وبيرجع لورا يتقطع. ما كانش بيلعب زي الدور الاول هتوضح لحضراتكم دلوقتي، كان بيلعب في ظهر نادي الزمالك عن طريق الطرف ده، وعن طريق الطرف ده من هنا كده في لمحمد حمدي. كان هنا مين بقى؟ ايوه سامعك وانت بتقول عبد الله السعيد، كان بيعمل محور اداء نادي البيراميدز. ولكن في الدور الثاني الماتش بتاع مع حضراتكم احنا شفناه، لا المره دي لا مفيش، كان نادي بيراميدز بيتمحور لعبه كله في الجزئيه دي، وكان مش قادر يلعب في ظهر خلف نادي الزمالك. وده اللي ده بقى بيثبت ان فيريرا كان اذكى من جونياز، ان هو قفل على الملعب. انا جبت فيك جون وخدت منك وخطفت منك الجون، لا هقفل عليك الملعب واعمل كماشه وهجبرك ان انا هلاعبك في التلت بتاع ملعبي ده هنا بس، هخلي الماتش كله يدور في الجزئيه دي. يبقى انت ولا عارف تطلع من الاطراف، ولا عارف تطلع من الاطراف من هنا، وعارف تخترق من العمق، ولا عارف تسدد، ولا عارف تلعب لعبك. انت كل لعبه بتيجي هنا الكوره تيجي من ورا، تحاضر عن طريق بيراميدز، بعد ما هتيجي نص ملعب تخش تروح راجع، تحاضر هنا تروح، وهكذا. فبالتالي نادي الزمالك قدر يعمل كماشة للملعب، قفل ملعبه بصوره كبيره جدا. تمام، ده بالنسبه لاول نوتس واول ملحوظه عندنا وشرحناها فنيا على البورد. بعد كده عندنا لعيبه بيراميدز كلها كانت بتلعب زي ما قلنا بجزئيه مهمه جدا، يعني هوضح لحضراتكم ان كلها كانت بتلعب بالعرض بشكل طولي عرضي، ما كانتش بتلعب بالاطراف بشكل طولي او الاختراق من العمق. كان بيلعب مثلا رمضان لمصطفى، مصطفى لرمضان، حمدي لمصطفى، وهكذا. ما كانش فيه اختراق من العمق، لا كان كله عن طريق الاطراف وبشكل عرضي وليس طولي.
تمام. لعيبه بيراميدز زي ما قلنا بتلعب وظهرها المرمى نادي الزمالك في حضن الدفاع، وما حدش قادر يلعب بشكل طولي او اختراق من العمق زي ما شرحنا ووضحنا لحضراتكم على البورد ان كان محور اداء نادي بيراميدز والزمالك، او البورد مبين نفسه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. كل اللعب كان في الجزئيه دي، وهنا مساحات في خلف نادي الزمالك، وبيراميدز بيحضر من تحت ولكن دون جدوى نهائي. تمام. وان لاعب بيراميدز كان بيلعب على الاطراف دي او الشق الثاني كان بيجي هنا حمدي يرفع لرمضان، رمضان يرفع لحمدي، مصطفى لرمضان، والعكس، كله بشكل عرضي، مفيش لعب بشكل طولي او اختراق من العمق. تمام. بعد كده ان عدم استخدام بقى محمد الشيمي ولا حمدي، الاثنين دول بقى هنا في مشكله كبيره كده توضح لكم ان نادي الزمالك مهما يلعب بيراميدز عفوا ما كانش بيستغل الاطراف دي، ما كانش بيزيد لقدام. دول في اكتر من كوره ما كانوش موجودين قدام، كانوا ثابتين ورا وحاجمين نفسهم باعداد اللعب العرضي، ما كانش فيه تقدم نهائي. يعني هديكوا شايفين هنا الملعب اهو، فين البيراميدز، فين الاطراف، فين الاختراق من العمق، فين اللعب في خلف الدفاع في الدور الاول؟ مفيش. كان دول كلهم ثابتين ورا هنا، مفيش اختراق، مفيش ان هو يعدوا، مفيش خالص. دي برده ملحوظه ثالثه نخلي البيراميدز يخسر اللقاء، ان هو بيلعب الاطراف مثبتها محجمه، ما بيلعبهاش لقدام واقفه. طب وبعدين انت مش عارف تخترق من العمق ولا عارف تسدد ولا عارف تحضر اللعب واطراف واقفه، طب هتكسب ازاي؟ تمام. بعد كده ان الدور الاول زي ما شرحنا لحضراتكم ووضحنا ان الدور الاول ان كان نادي بيراميدز كان عكس تماما، كان الدور هنا عبد الله السعيد بيلعب على طول لمحمد حمدي، كان الدور هنا عبد الله السعيد، كان رمضان صبحي كان بيلعب بشكل حر، بيجي هنا يلعب على طول لورا الدفاع، وبالتالي الزمالك ساعتها في الدور الاول تراجع بقى، ساعتها مرجع نفسه الزمالك في الدور الاول وقفل دنيته عشان يصد هذا الارتداد العالي في خلف دفاعه. تمام. ده بالنسبه لتكتيك اللعب بيه الزمالك وتكتيك اللعب بيه بيراميدز، وايه اللي خلى الزمالك كسب بيراميدز، وايه اللي خلى بيراميدز يدي الفرصه للزمالك، وايه اللي خلى لعيبه نادي الزمالك تمشي المباراه زي ما هي عايزه. ننتقل لنقطه مهمه. خليني اوضح لحضراتكم في نقطه مهمه جدا بقى ان كل جماهير الزمالك منتظراها، كله منتظرها. ايه هي؟ هو مصطفى شلبي ده هيفرق مع الزمالك ولا مش هيفرق؟ هل يا عم مصطفى فتحي ده يا عم جداليو هيعوض بن شرقي، ولا احنا جايبين واحد منظر كده زي ما محمد مسعد مع احترامي ليه، ولا زي الشامي مع احترامي ليه ايضا لعيبه عاديه؟ لا، هوضح لك حاجه، في جزئيه مهمه جدا هتوضح لك بالصوره دلوقتي. لو مصطفى شلبي طور من نفسه منها هيبقى زي بن شرقي، ولكن لازم يلفت نظره ليه، وهي ان هو بيعمل زي ستايل زيزو، بيجي يستلم الكوره وفي الشمال ياخد الكوره، بدل بقى ما يجي يعني على طول كونتينيو للجون ويستمر على الجون، لا، بينزل يلف داره وينزل لتحت يروح مستلم يرجع لورا فاكتر من كوره، يجي ياخد الكوره بدل بقى ما يتجه للجون ويلم 2 أو 3 ويخترق ويخش زي بن شرقي او يخش او يعمل 1 2 مع زيزو او مع نص ملعب، لا، ياخد الكوره ويدور الجون ويروح نازل باصي لورا وينزل يلف ويستلم زي زيزو، لا. وبالتالي وعلى الاطراف نفس القصه برده، يعني مع الطرف بدل ما ياخد واحد على واحد ويضم ويعدي ويخش من ناحيه الطرف الشمال، لا، بيرجع يروح راجع لورا تاني. فدي مشكله كبيره جدا مصطفى شلبي ومش واخد باله منها، ان هو مش قادر يعمل المرتدات، ودي بتسبب بقى مشكله، بنيجي بيها مشكله كبيره ان هو مش قادر يحول بقى ساعتها للزمالك المرتدات من الجزء الدفاعي للجزء الهجومي، بيحاول ياخد الكوره ويعمل بيها فاول. اي نعم انت خدت فاول وكسبت فاول، ولكن انت هنا مش في انبي، انت انبي لو خدت فاول في وسط الملعب انت كده عملت انجاز انك عطلت الكوره وخدت الكوره في رجلك في اطول وقت ممكن، وانت هنا في الزمالك لا، وضع مختلف، تاخد الكوره اجري على الجول، خد الكوره اجري على الهجوم وانطلق وسدد على المرمى، لا. فمصطفى شلبي دي اول مشكله عنده، ان هو مش قادر يعمل التحول الارتداد من الدفاع للهجوم. تاني مشكله انه ستايل لعبه بيستلم الكوره فقط، وانه بيعمل عكس اللي كان بن شرقي بيعمله، كان بن شرقي بيعتمد على المهاره ويغير اللعب ويروح على الطرف ويستمر جوه، لا، كان هو شلبي ياخد الكوره يلف لورا او يرجع يعمل زي زيزو، ومش بيشوط زي زيزو حتى. فدي لازم يغير من رتم اللعب. رقم 3 انه بيحافظ على الكوره زي ما قلنا، شيء ايجابي في نادي انبي، ولكن انت عند الزمالك لا، انت بتحتفظ بالكوره لازم تنتقل من الهجوم من الدفاع للهجوم بشكل ايجابي، وتروح على المرمى على طول وتسدد وتحرز وتعمل خطوط، وليس الاحتفاظ بالكوره فقط. ولكن انت كل هدفك انك انت تاخد الكوره، مش تحتفظ بيها بس، تاخد الكوره تنتهي من الشق الدفاعي للشق الهجومي في المرتدات، تعمل كونتر اتاك سريع، تاخد الكوره على الطرف وتعدي واحد واحد وتخش، تاخد الكوره مثلا معاك ناحيه اليمين او الشمال تخش وتضم وتشوط، تباص وتعمل انطو مع زيزو، لا، ما يبقاش كل هدفك تاخد الكوره ترجع تستلم بيها وتلف ورا تاني. وبكده احنا كنا حاليا مع حضراتكم بشكل سريع تحليل مباراه الزمالك وبيراميدز وتابع فوز نادي الزمالك، ووضحنا لحضراتكم بالصور والشرح على البورد والتكتيك بالصوره والصوت والبورد ازاي نادي الزمالك قدر يكسب بيراميدز، وازاي المباراه يعني جريت زي ما فيرا كان خطط لها وقدر ياخد المباراه من جونياز. كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا. عجبتك الحلقه مش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وصفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم القناه، وما تنسوش تابعونا على تيك توك باسم الجديد 99.
كما قال محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.